انا بابايا ما كانش يخش عليا وانا صغير غير بالمناسبة بالمناسبه يقول لي خد مش عارف كل حاجه اتفضلوا. التكييف انا وجهه نظري في التكييفات عامه ان هي اغلى من العربيات والذهب كاستثمار. اللي هو انت هتجيب التكييف النهارده هتيجي بعد سنتين هتلاقي التكييف ده مثلا ابو 50 بقى ب 150 كده، رقم ابن لذينه مش منطقي. يعني التكييفات دي مثلا كان بجد من سنتين كان بيبقى التكييف ب 7000 جنيه وقت ما يطمع اللي هو ده نضيف منه. يعني دلوقتي التكييف بيبدا بسم الله الرحمن الرحيم 34 32 ما تتوترش يا حازم. يعني محتاجه. تتوترش. انا بقيت افكر اقسم بالله بشكل جدي ان انا كمان اجيب تكييف للمطبخ. لا لو كماليات موت يعني. لا بس هقول حاجه، لو مراتك بتطبخ كل يوم الصراحه لا تجيب تكييف طبعا. ده مع هب كل يوم والبوتاجاز. اجيب تكييف مطبخ. طب ما ممكن اوفر واقوم عامل امريكان كيتشن فتحه على هقول لك احنا كده بس هقول لك انا بيتنا كده المطبخ مفتوح امريكان كيتشن على الليفنج. لو انت بتطبخ وفتح التكييف التكييف بيقعد بعديها يومين ريحته ريحه الطبيخ. كل ما تفتحه البلازما كلاستر. ايه البلازما كلاستر ده؟ اللي هو بينقي الهواء من في التكييف. لا احنا بابا جايبه من زمان الصراحه مش هنقعد نجدد. بلازما كلاستر يبقى انت استثمر في البلازما كلاستر. ابدا حوش بقى من دلوقتي. اقل حاجه بلازما كلاستر ويبقى بارد. لو عايز بقى تنزه نفسك بارد سخن. لو عايز تنزه نفسك جامد انفرتر كمان. انفرتر ده بيوفر في الكهرباء كده. احنا عندنا انفرتر ده. يعني عندكم انفرتر ما عندكوش بلازما كلاستر؟ ده حاجه انا بابايا ما كانش يخش عليا وانا صغير غير بالمناسبه انفرتر يقول لي خد مش عارف كل حاجه اتفضلوا. مرتبه الشرف طبعا. شرف طبعا. شرف يعني ما اتجوزش غير لما يبقى في تكييف. اياك يا حازم اياك. خلاص بقى نسقع الموضوع ده. يا ربي.